سيف الإسلام هو السبيل للخلاص من الفوضى. تحت هذا العنوان شخص ابن الوطن حال وطنه وشخص له العلاج الشافي، فكتب يقول: إن ليبيا اليوم تعيش حالة انقسام كبير بين أبنائها، حيث تشهد مدنها تجاذبات سياسية وجهوية قادت البلاد إلى منزلق خطير أمنيا واقتصاديا. فأنصار فبراير الذين صفوا في صف واحد على اختلاف مذاهبهم السياسية والجهوية واتحدوا تحت راية الناتو سنة 2011 صاروا اليوم فرقا ومذاهب سياسية وجهوية تقاتل بعضها البعض وتعلن انسلاخها عن فبراير، بل منهم من أعلن أنه قد كفر بفبراير ومخرجاتها السياسية فأعلن الحرب عليها، ما يعزز هذا القول المشهد الدموي في بنغازي وطرابلس ودرنا والكفرة. فلغة السلاح هي السائدة اليوم، وحوار الصخرات بقيادة ليون أثمر حكومة خلافية زادت من حدة الخلاف والاختلاف بين الفبرايريين. وما زاد المشهد الفبرايري بالله هو زيادة التطرف وسيطرته على مدن ومناطق شاسعة من البلاد والانفلات الأمني، فانتشرت الهجرة غير الشرعية وصارت ليبيا ملاذا لتجار المخدرات وأكبر الإرهابيين في العالم، إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي حيث غلاء الأسعار والنقص الحاد في السيولة والعجز في الموازنة العامة الذي من المتوقع أن يبلغ 40 مليار دينار ليبي. وعلى الطرف الآخر يقف أنصار الأخ قائد الثورة معمر القذافي الذين يشكلون قوة بشرية تعد هي الأكبر داخل المجتمع الليبي وأصحاب خبرات كبيرة يتوسم الشعب الليبي فيها القدرة على العودة بالبلاد إلى مرحلة الأمان المفقود. ورغم الظروف الصعبة التي مر بها أنصار الزعيم القذافي خلال سنوات سيطرة ميليشيات فبراير على البلاد، إلا إنهم الرقم الأصعب الذي يخشاه الجميع، لأنه القادر على قلب الموازين السياسية في أي لحظة. لكن هذا الكم البشري بدأت تظهر عليه شيء من الاختلافات في الرؤية نحو تحقيق الهدف، وقد يصاب بنفس ما تعاني منه جماعة فبراير من حيث الانقسام رغم الفارق في الرؤية حول الوطن. هذا الاستهلال نريد منه وضع المتابع في صورة ما يجري على الساحة الليبية وتمهيدا لما سوف نسوقه لاحقا من تشخيص للأزمة في ليبيا. إن الأزمة الليبية اليوم تتمحور في غياب الشخصية القيادية الجامعة التي تستطيع أن تفرض هيبتها واحترامها على جميع مكونات الشعب الليبي. فالقائد معمر القذافي الذي كان يجيد جميع اللغات التي يجب استخدامها عند التحاور مع أطياف الشعب الليبي، ويعرف جيدا متى يستخدم اللغة العسكرية أو القبلية أو التوعوية أو التاريخية، اليوم في ذمة الله. وشخصية بهذه المواصفات يبدو من الصعب العثور عليها اليوم بين الشخصيات السياسية الحالية. هذا لا يعني التسليم بهذا الواقع المقيت، بل يجب التفكير بشكل جدي وعاجل في إنقاذ البلد من الوضع المتدهور الذي يعيشه، خاصة بعد الفشل الذريع لكل من جاءت بهم فبراير في قيادة البلاد إلى بر الأمان. إن الليبيين اليوم أمام محك تاريخي، إما أن ينقذوا أنفسهم وبلدهم بالتسامي عن كل الخلافات والاختلافات الفكرية والجهوية، أو أن تسقط ليبيا فريسة لهذه الخلافات وتصبح مجموعة من المناطق المتناحرة فتغرق في بحر من الدماء لعدة عقود قادمة. على الجميع التفكير بعقل واع بعيد عن أي نظرة مصلحية أو جهوية ضيقة، والالتفاف حول الوطن من أجل إنقاذه من النزيف البشري والمادي. أول خطوة في هذا الاتجاه تتمثل في البحث عن الشخصية القيادية القادرة على جعل أغلب شرائح الشعب تلتف حولها وتمتلك القدرة المطلوبة لجمع متناقضات الشعب الليبي، وتستطيع العودة بالبلاد إلى نقطة الأمان
من ثم الانطلاق بها نحو البناء. إن أكثر الشخصيات السياسية القادرة على لعب دور فاعل للخروج بليبيا من محنتها الحالية هو المهندس سيف الإسلام معمر القذافي. وهناك جملة من الأسباب تؤيد هذا الرأي. أولا العمر، فالمهندس سيف الإسلام معمر القذافي في عمر الشباب، وهو بذلك يكون أقرب من حيث التفكير لشريحة الشباب، أهم مكون من مكونات المجتمع الليبي. كما أن أعباء المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى شاب قادر على تحمل تبعات القرارات الحاسمة التي لا بد منها لإنقاذ الوطن. ثانيا القبول، سيف الإسلام هو صاحب مشروع ليبيا الغد الذي أسس ثقافة الحوار بين أبناء الوطن، ونبذ القوة والعنف لحل الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الأفكار والرؤى السياسية داخل الوطن، وعمل على إجراء مصالحة وطنية بين التيارات السياسية، وقام بدفع الجهات الرسمية للحوار مع الخصوم السياسيين، أثمرت بالإفراج عن معظم السجناء السياسيين، أي أنه يملك خاصية الاستماع إلى الطرف الآخر حتى وهو يمسك بمقاليد السلطة. كما إنه عند جل الليبيين مناضل صمد في وجه الغزو الصليبي على ليبيا، وكاد يدفع حياته ثمنا لهذا الموقف الشجاع. ثالثا شبكة العلاقات الدولية والمحلية، يتمتع المهندس سيف الإسلام بعلاقات دولية واسعة تؤهله للتواصل مع المجتمع الدولي من أجل المساهمة في إعادة حقوق ليبيا، وخاصة الأرصدة التي جمدت أو التي تم تلاعب بها من قبل الأفراد أو الجماعات، وهو صاحب تجربة كبيرة في مجال التفاوض الدولي، حيث قاد مجموعة من الملفات الشائكة في الماضي، واستطاع أن يصل فيها إلى نتائج مقبولة من جميع الأطراف، كقضية الإفراج عن البطل عبد الباسط المجرحي، وما عرف بملف الإيدز وملف الأفغان العرب. كما يمتلك روابط اجتماعية وعلاقات مع أغلب القيادات القبلية في شرق البلاد وغربها وجنوبها. كما ينظر الكثير من الليبيين إلى أن المهندس سيف الإسلام معمر القذافي ولي دم، وهو الوحيد القادر من خلال قيادة المصالحة الوطنية أن يخرج بالبلاد من الفوضى ويوحد القبائل والمدن للقضاء على مشروع توطين الإرهاب في ليبيا. والله من وراء القصد. ابن الوطن.